بعد يومين سيطلع الله على خلقه. ليلة 15 شعبان، ليلة المنتصف من شعبان، وليلة المنتصف من شعبان لا يجوز أن نبتدع فيها أي بدعة، فلا يقام ليلها ولا تقرأ سورة ياسين فيها ولا 100 ركعة ولا الرغائب، ولا يصام نهارها إلا من كان يصوم أيام البيض أو يصوم في شعبان. عمل واحد فيها أن الله سيطلع على خلقه فيغفر لخلقه إلا لمشرك ومشاح. واحد أشرك مع الله غيره أو شاحن مؤمنا وحقد عليه وهجره وتجاوز 3 أيام. رحمة الله ستسع الأرض لكل الموحدين إلا المشركين والمشاحنين. قولوا للي لا زال قاطع ابن عمه ولا أخوه ابن أخوه، خال ابن خال، عم ابن عم، ابن زوجته، أي رحم من أرحامه، أو مسلم، لأن قال مشاحن جارك، مشاحن زميلك في العمل، مشاحن أي مسلم بينكم كان مودة، الآن لا تسلم عليه بسبب البغض. اعلم أنك لربما إن لم تسعك رحمة الله ستحل الرحمة إلا عليك، والخسارة الفادحة أن يرحم الله عباده وهو الرحيم الرحمن فتخرج